هاي، النهاردة الأربعة 30 أبريل، وحاسة انها مقصرة معاكم يا جماعة، معلش سامحوني. انا عارفة ان انتوا خلاص مش قادرين مستنيين الحلقة بتاعتي. واقفين على طراطيف شعركم. المهم يا جماعة، انا كان عندي راوند انف اذن حنجرة، و الحمد لله كانت حلوة. actually ما كنتش اتوقع ان انا احب تخصص كده، حاجة من الجراحات، يعني ما كنتش اتوقع ان انا احبها قوي كده، بس عجبتني بصراحة، عجبتني جدا surprisingly. وكانت عسولة، يعني كان شهر لذيذ. كنت بتعامل مع العيانين directly، كان كلينيك، يعني ما كانش outpatient، ما كانش inpatient، سوري، ما كانش inpatient. فكان حلو في كده. بس المهم، وبعدين كان بيحصل بقى مواقف كتيرة مضحكة، كان نفسي ان انا فعلا اسجل الحاجات دي، بس ما جاتش الفرصة. كنت بكون عايزة انام جدا بصراحة، وبحس ان خلاص بقى كده كده مفيش فولورز كتير، هعمل ايه يعني. بس بصراحة برضو على قد ما التسجيل ده بيكون اللي هو بنزل وبسجل وانزل، على قد ما هو برضو ليا يعني بصراحة بيبقى حلو ان انا ابص، يعني looking back بيبقى حلو قوي. فكان بيحصل موقف احكي لكم بقى، بكسل ان انا اقعد احكي لكم بصراحه يا جماعه، انا تعبت، مش عايزه انام جدا. احكي لكم كم موقف يعني. طبعا كذا موقف، طبعا اللي هو ايه ده، هو انتي عندك كام سنه، هو انتي طالبه، هو انتي لسه بتتدربي، اللي هو يعني هما مش معترفين ان انا دكتوره. انا شخصيا مش معترفه ان انا دكتوره، يعني حوار ان هما بيقولوا لي يا دكتور ده بالنسبه لي صعب. بكون عايزه اقول لهم لا لا، ما تقولوش كده، مفيش داعي للرسميات دي. بس خلاص بقيت امسك لساني وعادي، معلش استحملي عشان اخليهم يقولوا لك عادي، ما فيهاش مشكله. بس المهم، فاتعودت على ان هم يقولوا لي كده. تخيلوا يا جماعه، بجد اتعودت. يعني انا قبل كده كان بالنسبه لي لو انا بسمع كلمه بقشعر، اللي هو عارفين ما تشمئز وكده، اللي هو ايه ده كرنج قوي، ايه ده، ايه التلزيق ده، دكتوره انتوا ازاي تقولوا لي كده؟ دلوقتي it feels right عادي، بس it doesn't look right، شكلي مش دكتورة فعلا. الفكرة انا كمان من جوايا بتعامل معاهم اللي هو انا لسه بتعلم، فاهمين؟ بس انا قدامهم انا الدكتورة، انا قاعدة في العيادة وبستلم العيان، يعني باخد انا العيان ومش عارفة ايه واسأله واكتب واعمل. فبيبان ان انا المفروض يعني يبان ان انا كده، ان انا يعني الدكتورة بجد. بس يعني مثلا كذا حد كان بيعلق على حوار انه لا، طب ما فيش هنا حد دكتور، يعني ما فيش هنا دكتور متخصص. قلت لها انا دكتورة اهو قدامي. قالت لي لا، يعني عايزة حد برضو كده عنده خبرة، عايزة حد اللي هو بتقولي يعني عايزة حد كبير يجي يكشف عليا لو سمحتي. هو لا، انا خدوا بالكم مني كويس. كانت ست كده كبيرة عجوزة. لا، خلوا بالكم عليا، يعني كشفوا عليا كويس، ما هاتيلي حد كبير. انتوا متخيلين انه تمام ماشي؟ هي بالعكس، هي بالنسبة للبنات بالذات يعني فعلا حاجة حلوة ان نبان ان احنا اصغر من سننا. بس at some point اللي هو لما يعني بتستهزأ بيا، لا خلاص، هو عامة يعني انا ماشي، انا معاها، انا كده كده اصلا مش هموت يعني واكشف عليك انا، يعني عادي خلاص، هجيب لك حد متخصص زي ما انت عايزه يا ستي. بعدين كده كده انا في امتياز فعلا، ده مش تخصصي. المهم بس كذا حاجة بقى كده. المهم انا بضحك على الحاجات دي بصراحة، انا بضحك قدامهم. بعدين بس من المواقف دي كتير بقى، اللي هو ايه ده يا خلاصي، الجوانتي ده كبير قوي على ايدك الصغنونة كده. قامت عامله لي كده، اللي هو كانت شويه وهتعمل لي كوتشي 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 من خدودي، والله العظيم. ايه ده يا حاجه، ايه اللي انتي بتقوليه ده لو سمحتي؟ بس وبعدين ايه كمان؟ كان في كذا حاجه كده، لو انا بضحك في النص، لو انا بقعد اضحك. ولما يسألوني أسئلة برضو، يعني ان انا برضو اتعلمت وبحاول ادوس على نفسي في الحتة دي، بالذات بقى لما تحسوا انكم دكاترة بجد، فبيسألوكوا أسئلة بقى صعبة، يعني ان هو في الاخر حضرتك ده مش تخصصي، لو سمعتي ما تاخديش راحتك عشان ايه، مش عارفة اجاوبك. فبيسألوا أسئلة اللي هو بقى يعلوا بليفل السؤال، فبوصل لمرحلة أنا فعلا ما أقدرش أجاوبك،
وبخاف اقول معلومه غلط قوي. يعني حتى في اسئله كتيره بالذات في الاول، يعني بالذات في اول الشهر كان بيكون في اسئله كتيره انا عارفه الاجابه، بس انا خايفه جدا اقول الاجابه اللي في مخي لا تطلع غلط، عشان هي مش بيزد اون ان انا فاكراها من الكتاب. فاهمين؟ عارفين كده لما بتكون الإجابة موجودة بصورة الكتاب في مخكم، ماشي؟ بالذات انتوا لو طلبة طب انتوا هتفهموا كويس قوي اللي انا بقوله. الإجابة بتكون بسكرين شوت من البارت اللي موجود في الكتاب او في السلايدز. لو هو مش سكرين شوت في دماغي فانا بخاف جدا ان انا اجاوب عليه، عشان ده معناه اللي هو خلاص مفيش، يعني هو بس خبرة، يعني مش خبرة برضو، استغفر الله مش قصدي والله، يعني انا لسه في امتياز انا عارفة، بس اللي هو عارفين اللي هو بقى في حاجات كده انتوا حتى نفسكم بتتفاجئوا من نفسكم، اللي هو خبرة ايه من اللي انتوا شفتوه مش عارفة ايه، فمخكم بيطلع اجابة كده اللي هو يعني خلاص بقى حاجة تقدروا انتوا تجس ايه الاجابة وتفهموا. فاهمين؟ يعني بتوصلوا لمرحلة كده، يعني برضو ايه بتواضع بقولها. ففي حاجات كتيرة كانت كده، بس انا ما اقدرش، انا خايفة جدا اقولها عشان لا تطلع حاجة غلط، عشان الكتاب السورس مش موجود، السورس ميسنج في مخي. بس فبقول لها يعني اللي اتعلمته بقى، انا كنت بقول لكم ده كله عشان اقول لكم اللي اتعلمته بصراحة، هو ان مهما كان العيان شايفكم حاجة كبيرة، وانه لان على فكرة كتير جدا كانوا بيستصغروني، بس برضو ما كانش بيقلل من احترامهم. دي حاجة. الحاجة التانية في بقى اللي هو ما بيعلقوش على منظري ان انا شكلي صغيرة او كده، وفي احيانا في ايام انا كان بيكون شكلي فيها كبيرة لما ملبسش سكرابز لما البس لبس عادي، فبيكون ان هو خلاص تمام شكلي يعني آنسة. المهم ف يعني قصدي ايه، ان اللي مش بيعلق على سني او كده لا، بيكونوا شايفينكوا حاجة كبيرة، واللي هو يا دكتورة بقى ومش عارفة ايه، وتسأل اسئلة بقى وتاخد راحتها معايا. فاللي يعملوا كده بقى اللي اتعلمته ان خلاص مهما كانت شايفاني كبيرة او كده، لا عادي قولي معرفش، لو انت مش متأكدة قولي معرفش. في حاجات بقى فعلا لما اكون مش عارفاها، يعني حتى الاحساس السابع والاحساس الثامن اللي بيطلع لي الاجابة دي اللي بتطلع لي احيانا بقى ما بتطلعش، بيكون في نو سيجنال، ماشي؟ لا ساعتها فعلا اتعلمت ان انا اقولها من غير احراج، اللي هو لا انا فعلا ما اعرفش ومش حابه ان انا اقول لك معلومه غلط. احيانا برضو مثلا يعني انا بقول لكم بديكوا افكار، يعني عشان انتوا لو انتوا داخلين على حاجه كده احيانا برضو بقولها، الحاجات دي يا جماعه انا بقولها لكم وانا متفاجئه من نفسي بيها برضو، لان فاهمين الحاجات دي لو حد اصغر مني بيتفرج بيسمع it sounds very overwhelming، اللي هو ايه ده انا ما اقدرش اعمل حاجه زي كده، لان انا من سنه بالظبط كنت بقول نفس الحاجه، اللي هو انا مستحيل اقدر اعمل حاجه زي كده، وازاي اقدر اتكلم بلذاذه بس at the same time ان انا ما احرجش العيان ومش عارفه ايه، و at the same time ما بينش ان انا يعني فاهمين في كذا حاجه كده، اللي هو بلس بالتركي فاهمين وايه ده ولا و it feels intimidating ومش عارفه ايه، بس at the end فعلا بتحصل بتيجي، ربنا بيستر والله العظيم، ربنا هو الستار، يعني مش هنقعد ندخل في الحته دي، بس هو فعلا بيسترني كتير جدا. المهم ف كنت بقول ايه بقى، فبرضو جملة تانية بقولها لها، بصي احيانا بعمل ايه، بقول لكم انه احيانا برضو بشاركها في الثينكينج بروسيس اللي انا فيها، بالذات لو عيانة او عيان انا مستريحة معاهم، اللي هو يعني ناس كده مش اللي هو ايه قاعدين بيبصوا كده، ايه في ناس بجد بتكون اللي هو لا انتوا مرتاحين لهم ولا هم مرتاحين لكم اصلا، اللي هو في قرف كده في النص، وفي عيانين اللي هو لا تمام كده ومرتاحين لبعض، فبقوم بشاركها بقول لها بصي انا اعتقد ان كذا كذا كذا، بس برضو مش عايزة اشاركك معلومة غلط، مش عايزة اقولك معلومة غلط، بس جربي كذا مش عارفة ايه وهكذا. طبعا بيكون ليها اساس، يعني برضو مش بكون بفتي تماما، بس احيانا بشاركها الثينكينج بروسيس بتاعتي، واحيانا بقول لها ماشي بس انا هسأل دكتور تاني. الدكتور التاني ده بيكون اللي هو ايه النايب، يعني اللي هو فعلا دكتور مش مش طالبة امتياز بس. دي حاجة. الحاجة التانية بقى كان في عندي عيانة، قاعدة بقى بتكلم معاها، ودخلنا بقى اتكلمنا بعمق بقى، وقاعدة يعني كنا قاعدين بنتكلم انا وهي على موضوع السجاير، يعني بقول لها انا عارفة ان اكيد ناس كتيرة، اكيد انت سمعتي الموضوع ده، واكيد ناس كتيرة قالت لك كده مش عارفة ايه، ان هي جاية بتشتكي من حاجة ليها علاقة بايه، بصوتها ولا بزورها وكده. فقلت لها انت بتشربي سجاير من part of الهيستوري تيكينج، فقمت ايه سألاها يعني عندك history of سجاير، بتقولي
والهيستوري بتاعه طويل يعني، واخده كتير قصدي سجاير بقالها كتير. قلت لها طيب انا يعني في الاخر خالص بعد ما خلصنا قلت لها بصي انتي طبعا عارفه واكيد اتقالك كده كتير وسمعتي كده ان ده السجاير، ان ده من السجاير مش عارفه ايه، فيعني قعدنا بقى دخلنا في معضله ايه انها لازم تبطلي سجاير ومش عارفه ايه وكده، بس فقعدنا نتكلم. المهم دخلنا بعمق بقى، وان ايه ازاي العادات دي ازاي احنا لازم نوقف العادات الوحشه وكده. كانت بتقولي ان انا مش عايزه، يعني انا بقيت احب السجاير، انا مش حابه ان انا اسيبها. بتقولي انا خايفه حتى ان انا افكر اسيبها، انتوا متخيلين؟ قلت لها ماشي انا فاهماكي وده حقيقي فعلا. عامه هو ده مش بس في السجاير، ده في عادات كتيره وحشه احنا بنتعلق بالعاده فبتبقى صاحبتنا. العاده الوحشه دي احنا عارفين انها وحشه ومضره، بس بنتعلق بيها وبنحبها لدرجة انها بتبقى كأنها ايه صاحبتنا واحنا مش عايزين نسيبها. خلاص انا عارفة انها عادة وحشة بس انا مش عايزة اسيبها. بس فقعدت احاول بقى اوصل لها ده وكذا كذا كذا. المهم في الاخر ايه، كان في عيانة برا مستنياني، مفروض هتدخل عليا برضو عيانة بعدها، والعيانة اللي بعدها دي طفلة اصلا، يعني شكلها يدي 15 سنة ماكسيمم. ماشي. ف فالعيانة دي وهي طالعة فقامت بتقول لها ايه، بتقول للعيانة الصغيرة، ماشي، بتقول للعيانة في دكتورة جوه، دكتورة طفلة زيك. فطبعا ما قالتش كده قدامي، انا عرفت كده ازاي؟ لقيت البنت دخلت لي قلت لها ازيك، انتي اسمك ايه، انتي عندك كام سنة كده، بسألها اللي هو بطريقة اللي هو ايه بناغشها يعني كأنها طفلة. لا انتي عندك كام سنة؟ ده لي 19. قلت له اوه انا لخبطت لان هي شكلها فعلا بيبي فيس جدا، شكلها بجد صغير قوي العينة دي. فقلت لها اوه ده انا لسه كنت هكلمك كأنك طفلة وكده معلش ومش عارفة ايه. فانت قالت لي لا عادي انا متعوده كده كده مش عارفه ايه وكده بس. فقلت لها تصدقي انا كمان على فكره انا بيحصل معايا نفس الحاجه وكده. قالت لي ما العيانه ما الست اللي لسه طالعه كانت بتقولي في عيانه طفله زيك جوه. مش عارفه ازاي قالت كده. حضرتك احنا كنا لسه قاعدين بنتكلم على السجاير واعجبتي بطريقه تفكيري وقعدنا نتكلم ودخلنا بعمق، حتى بعد ما شفتي السايد ده مني، بعد ما فتحت لك قلبي تقولي عليا ان انا طفله ازاي؟ بس المهم ده كان موقف مضحك برضو بصراحه. وبعدين مره تانية كذا مره كذا مره بقى حوار الاسامي ده. انا بنادي العيانين تمام، يعني انا اللي بعمل لهم من السيستم من الكمبيوتر، انا بعمل ايه انه دخلي العيان كده فاهمين، فبتظهر على الشاشة عندهم فبيجولي. فبعدين عملت كده ناديت عيان عيانة قصدي، ناديت عيانة او عيان والله انا مش فاكرة. المهم حصلت في الحاجتين ان الاسم عيان اسمها الاسم ايه مكتوب سعاد تمام. سعاد بنت يعني obviously. بس المهم ناديته كده. فبعدين دخل عليا ست وراجل، يعني ان هما بيجوا هما يعني مش عارفة الست وباباها حاجة كده كانت الست وباباها. فبعدين فبقول لها لازم انا ايه اول ما يدخلوا بدبل تشيك ان الاسم اللي انا ناديته هو الاسم اللي دخل لي. فبقول لها سعاد هانم، انه هانم بالتركي سعاد هانم. قامت قالت لي بي بصي كده لقيت باباها هو العيان، هو اللي سعاد ده باباها مش هي. بس دي مرة حصلت وخلاص عدت بسرعة وكده. مرة تانية كان الاسم اللي على الشاشة قدامي اسلام ولد عادي. فبعدين ايه لقيت برضو العيلة كلها داخلالي، اب وام والبنت. فبعدين العيلة داخلة، فبقول اسلام بيه. انه لا ما قلتلهوش سوري انا اسفه انا ما قلتش اسلام بيه ولا اي حاجه ماشي. فبعدين دخلت فبصل الراجل الاب وبقول له اتفضل. فبعدين قام بص البنت وقال لي طفله.
فانا قلت ماله يعني جوايا ده ايه ده ماله الراجل ده يعني is he okay. بس بعدين قلت ايه خلاص عادي، قلت له هي اتفضل طيب انه ايه انت مشتكي مني. انا كان يعني مايند يو انا ده كان قبل البريك على طول كنت هموت من الجوع، كان ممكن اكل اسلام نفسه ماشي، فكنت بجد جعانه جدا. المهم فبعدين قام قال لي طفله وشاور لي على بنته. بس قلت له طيب اتفضل وكده. فبعدين قال قلت له ايه يعني بتشتكي من ايه وكده. بعدين لقيته بيبتدي يقول شكواته بيتكلم على بنته. فانا بقى انا مش فاهمه برضو انت ليه قاعد بتتكلم على بنتك. بعدين قلت له لحظه واحده، هو انتوا عملتوا التسجيل تسجيل الكشف باسمك؟ عارفين هو انا مصممه ده مستحيل يبقى اسم البنت، ده اكيد اسمك انت يا عمو. فبعدين بيقول لي لا لا حضرتك فاهمه غلط. انا بتكلم على الطفله. لما اقول له اي لا واحد قاعدين يعني الموضوع طول ماشي الموضوع. المهم في الاخر استوعبت ان اسلام ده هي الطفله البنت عادي، لان قاعد بيتكلم عليها وعن شكاوتها ودانها بتوجعها. بقول له لو سمحت هو انتوا عملتوا التسجيل باسمك انت؟ قال لي لا لا حضرتك فاهمه غلط، ده البنت اسلام. قلت له اصل احنا عندنا اسلام ده اسم ولد. يعني كان تعليق ملوش اي 60 لازمه طبعا، بس ايه يعني الحمد لله فهمت في الاخر، الحمد لله استوعبت. بس يا عيني طبعا يعني كانت حركه برضو مش لذيذه، اصل احنا عندنا اسلام ده اسم ولد، بس برضو يعني خلاص بقى فاهمين. الحمد لله باين ان انا اجنبيه اصلا، وباين من وبالذات وانا جعانه بيبان قوي بقى من لغتي اكتر كمان الاكسنت بتاعتي ان انا باين ان انا اجنبيه جدا. بس الحمد لله. بعدين في موقف تاني برضو كان حصل، معلش يا جماعه انا عارفه ان انا طولت عليكم. في موقف تاني حصل كان بجد معرفش انا ازاي عملت حاجه زي كده بجد، معرفش. عيانه جايه وعندها فيرتايجو ماشي، معرفش ده ايه العربي بتاعه خالص بقى، استنوا كده تعالوا نشوف سوا. فيرتايجو فيرتيجو دوار، ايه ده هو ايوه ده الدوار صح بالظبط، عندها دوار ماشي. المرض بقى مش اللي هو بتدوخ كده، بس عندها المرض الدوار، معرفش لو if this is right anyways. ف قاعدة كنا في اخر اليوم تمام، يعني الحاجات دي برضو حطوا في بالكم ان بكون مرهقة. فكان في اخر اليوم وكده وخلاص، وانا for some reason يعني وحشاني مصر قوي يعني فاهمين كده همسك بقى فجأة اوت اوف نوير. فقاعدة بسمع شكوتها ومش عارفه ايه، فتقولي يا دكتورة الفيرتايجو اتاكس بقت بتزيد قوي عندي الايام دي ومش عارفه ايه، بسمع صوت بحر عالي قوي في وداني كاني قاعده في نص البحر. وانا قاعده طبعا انا قاعده بتخيل يعني الموج بتاع البحر فعلا في مصر لما بنروح نصيف. بجد انا ما اعرفش فعلا ازاي ده كان بيدور في مخي. doesn't end here. بعدين هي قاعده مكمله وكده، الصوت عالي قوي ومش عارفه ايه صوت البحر. فقمت قايله لها طب هو مش ده حاجه حلوه انك بتسمعي صوت بحر؟ اقسم بالله انا ما اعرفش بجد ازاي طلعت مني، بس انا ما كنتش قادره امسك نفسي، كان فعلا عندي سؤال يعني، كان فعلا عندي فضول اعرف. قلت لها اصل هنا ما فيش بحر، اللي هو هنا في انقره ما فيش بحر بجد. لا 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 ده كان ليفل تاني، ده انا نفسي ما اعرفش ازاي انا قلت كده بعد ما طلعت يعني. بس فقالت لي لا طبعا ربنا ما يكتبه على حد، ربنا ما يكتبه عليكي. قلت لها ايوه فعلا لا عندك حق وكده يعني. طبعا اتأسفت لها في الاخر يعني يا جماعه فعلا في اللحظات دي انا مش عارفه ايه اللي بيدور في مخي، بس فعلا فجأة بيحصل لاج كده، حاجه غريبه جدا. بس السوسه الحمد لله انها كانت عيانه متفهمه، اللي هو كانت اللي هو ايه يعني خلاص الحمد لله متفهمه ان انا عيله بقى ولا ايه ما اعرفش، او متفهمه انها هاديه وعندها سكينه ورزينه كده الحمد لله بجد.
بس فقالت لي لا طبعا ومش عارفة ايه ده بيكون مش عارفة مع كذا وكذا، وقعدت بقى يعني طبعا ده حاجة غلط طبعا، ما حدش يعمل كده. بس دي كانت من اللحظات اللي هي مخي بيطق فيها تقريبا. الموتور عارفين لما اللمبة تتحرق فجأة فتعمل جنان كده، تعمل نار فجأة كده، وعادي نار هي ممكن تلمسوها عادي مثلا في فيشة او كده وما يحصلش حاجة. هو شرارة مخي بيعمل شرارة فجأة كده اوت اوف نوير. بس الحمد لله عدت على خير. كان في بقى مواقف تانية برضو بصراحة، بس هو كان ده يعني اكتر حاجة انا فاكراها عشان دول اللي حصلوا في اليومين اللي فاتوا بالظبط. شكرا طولت عليكم. thank you. باي.